ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده حلى السحاب بطريقه جميله جدا. بس انا ضفت له قطع من الفواكه. سهل جدا وطعمه رائع، حاجه كده في منتهى الحلاوه والجمال. الفواكه دايبه مع الكريمه بطعم وريحه وخفه كده ما اقولكوش. ممكن تعملوه تحليه في شهر رمضان بعد الفطار. خلاص، فاضل كلها ايام، كل سنه وانتم طيبين. هتعملوا بجد احلى تحليه. ان شاء الله لما تجربوها يعجبكم جدا. خليكم معايا ويلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمله ازاي. في حلة وهنحط 3 كوبايات كبار من الحليب او من اللبن. بعد كده هحط عليهم 3 معالق كبار من الدقيق. ومعلقة رابعة من النشا. بعد كده ال3 كوبايات هحط عليهم 3 معالق سكر كبار. بعد كده هنضيف عليهم كيس من الفانيليا. هنقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي مع بعضه على البارد. موضوع سهل خالص، ما بياخدش وقت كتير ولا حاجة. بس في النهاية بجد النتيجة رائعة، بتعملوا أحلى حلا سحاب بالفواكه ممكن تاكلوه. هنفضل نقلب فيه كده لحد ما ندوب كل حاجة حطيناها. خلاص كده خلصنا. هناخد بقى الحلة بتاعتنا وهنروح على البوتاجاز. حطيت الحلة بتاعتي على النار، وطبعا هنفضل نقلب كده باستمرار علشان مفيش أي تكتلات تحصل. زي ما انتوا شايفين الكريمة بدأت تتقل معايا اهيت حبة بحبة. هنفضل نقلب فيها لحد ما نلاقيها تقلت خالص. خلاص كده بنطفي عليها النار. خلاص احنا عايزينها بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط عليها معلقة من الزبدة، او معلقة برضو من السمنة عادي خالص، بس الزبدة بتديها طعم حلو قوي. هنفضل نقلب فيها على نار هادية خالص لحد ما الزبدة تدوب معانا تماما وتختفي. خلاص كده انا الزبدة بدأت تختفي خالص من الكريمة زي ما انتوا شايفين، وعايزينها بالقوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده. اهم خطوة هي القوام اللي انتوا شايفينه ده. لو لقيتيها خفيفة شوية ممكن تزوديها معلقة من الدقيق، بربع كوباية مية او معلقة من النشا. المهم ان القوام يبقى زي ما انتوا شايفين كده. الكريمة لو عايزينها تطلع مظبوطة معاكم من غير ما تزودوا اي حاجة بعد كده، يبقى لازم تحطوا المعالق اللي احنا حطيناها من الدقيق والنشا، تبقى معالق كبيرة هرمية. انا كان عندي فراولة وموز، قطعت حوالي كوباية من الفراولة مقطعة قطع صغيرة، وحوالي كوباية من الموز برضو مقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنجهزها وهنركنها على جنب دلوقتي. بعد كده معايا الكريمة بتاعتي اهيت بعد ما بردت زي ما انتوا شايفين. طبعا لازم نسيبها تبرد تماما. بعد كده هحطها في بولة، وهجيب المضرب الكهربائي وهضربها بيه علشان انا عايزاها تبقى ناعمة قوي. هو ده القوام بتاعها بعد ما تبرد زي ما انتوا شايفينه كده. يعني ما تبقاش سائلة اللي هي سايبة قوي، وما تبقاش برضو اللي هي تقيلة تبقى عاملة معاكم كتل. احنا عايزينها القوام اللي هو التقيل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب المضرب الكهربائي وهشتغل فيها كأني بعمل كريمة بالظبط. طبعا انت ممكن لو مفيش مضرب كهربائي ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي، بس بياخد وقت شوية. هفضل اضرب فيها شوية كده لحد ما احس انها نعمت خالص.
خلاص كده الكريمة نعمت معايا خالص اهي زي ما انتوا شايفين. بعد كده في طبق تاني او في بولة تانية هحط فيها نص كوباية من المية المتلجة، مية لازم تكون متلجة اوي ساقعة. بعد كده هضيف عليها باكت من الكريمة. هنقلبها الاول بالمضرب من غير ما نشغله زي ما انتوا شايفين كده، علشان بس ما نشغلش على طول تقوم الكريمة تطير كده وتبهدل لنا الدنيا. بنحركها بس بالمضرب قبل ما نشغله، حاجة بسيطة كده. خلاص كده الكريمة بدأت تتقل معايا اهي زي ما انتوا شايفين. بعد كده هاخدها وهفضيها على الكريمة التانية. هقلبها بقى بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، واحدة واحدة. هنقلبها من تحت لفوق كده، هتحسوا بقى ان الكريمة القوام بتاعها بدأ يبقى هش خالص. طبعا لما هنقلبها بالمعلقة كده هتبقى افضل بكتير من ان احنا مثلا نضربهم الاتنين مع بعض بالمضرب تاني. المضرب هيخليها ناعمة قوي، وهيخليها تبقى يعني تحسوا ان هي بقت طرية او بقت سائلة شوية. لكن كده هتحسوا ان هي مليانة هوا، خفيفة جدا لما هنقلبها بالمعلقة. وزي ما انتوا شايفين هشة جدا، ما فيش اخف من كده. وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. خلاص كده قلبتهم لحد ما اختلطوا كويس مع بعض. بعد كده هنضيف عليهم الفواكه. طبعا انتي ممكن تحطي اي فواكه موجودة عندك، اهم شيء بس ما يبقاش فيها سوائل كتير او مية كتير. بس حقيقي افضل حاجة تحطوها عليها هي الفراولة والموز. ممكن تحطوا فراولة بس، ممكن تحطوا موز بس. هما دولت بجد افضل فواكه ممكن تتحط على الكريمة. هقلبهم مع بعض برضو بهدوء خالص كده بالراحة، لحد ما الفواكه كلها تختلط بالكريمة. زي ما انتوا شايفين يعني النتيجة بتتكلم لوحدها. حلقة حلوة قوي، ممكن نعمله بقى في ايام رمضان. نعمله الصبح كده بالنهار ونجهزه في الاطباق ونسيبه في التلاجة. تحلية جميلة جدا بعد الاكل. خلاص كده خلصت. بعد كده هنروح بقى للخطوة اللي بعدها. هنجيب بقى الاطباق بتاعتنا اللي هنحط فيها الحلة بتاعنا. زي ما انتوا شايفين انا جبت الاطباق. بعد كده هنجيب طبق من جوز الهند. كمان هجيب معلقة كبيرة من العسل هحطها في فنجان زي ما انتوا شايفين كده، وبالفرشة وهنمشي بيها في قلب الاطباق بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. طب لو ما عندكيش عسل، تقدري تجيبي معلقتين من السكر هتحطي عليهم معلقة من المية وعصرة ليمونة صغيرة خالص، وهتحطهم يغلوا بسرعة على البوتاجاز، وتعمليهم شربات كده زي بتاع الكنافة، وتدهيني بالاطباق بتاعتك. طيب لو مفيش ومكسلة ومش عايزة تعملي الكلام ده كله، هاتي معلقة من الزبدة او معلقة من السمنة وسيحيها، ودهني بيها برضو الاطباق بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلاص كده انا دهنت الاطباق بتاعتي كويس جدا بالعسل. بعد كده هحط في قلبهم جوز الهند وهنقلبها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انتوا كده عرفتوا احنا دهنا الاطباق من جوه بالعسل ليه، علشان جوز الهند تمسك فيه اهو زي ما انتوا شايفين كده. ممكن كمان تستبدلي جوز الهند بسوداني مجروش، او سوداني اللي هو الناعم، تنعميه قوي وتحطيه بديل لجوز الهند لو ما عندكيش جوز الهند.
خلاص كده أنا خلّصت، هنبدأ بقى نفضّيه في الأطباق بتاعتنا. بالمعلقة كده وهنشيله وهنحاول نوزّعه في الطبق زي ما أنتم شايفين كده. شكله حلو أوي، بجد شكله خطير، ملمسه حلو أوي، ريحة الفراولة فيه بقى وريحة الموز مخلّياه في حتّة تانية خالص. أتمنى تجرّبوه فعلًا بالطريقة ديّة وتقولوا لي رأيكم. خلاص كده أنا خلّصت الأطباق بتاعتي اللي أنا دهنتها بالعسل وبطّنتها بجوز الهند، بعد كده هاجيب أطباق تانية بس مش هادهنها بعسل ولا هاحط فيها جوز الهند، هاحط فيها الحلا بتاعي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده على طول. خلاص كده خلّصت الأطباق بتاعتي، بعد كده كنت سايبة شوية من الفراولة مقطّعاهم قطع صغيّرة، هاحطها على وش الأطباق. هنحط بس حاجة بسيطة كده تعمل لها شكل حلو وخلاص. لو مش حابين تعملوا الخطوة دي ما فيش مشكلة. هو الحلا بتاعنا مش محتاج أي حاجة تاني خالص، هو كده شكله تحفة من غير أي حاجة. خلاص كده أنا خلّصت، هناخده بقى على التلاجة وهنسيبه مش أقل من ساعة. هنسيبه على ما يبرد بس في التلاجة شوية، بعد كده هاوريكم هنقدّمه إزاي. جبت معايا طبق فاضي مسطّح زي ما أنتم شايفين، وهاقلب عليه الطبق بتاعنا، هيطلع معانا بكل سهولة. أهو زي ما أنتم شايفين لا لازق ولا أي حاجة خالص. طبعًا علشان إحنا بطّناه بالعسل وجوزة الهند، مستحيل هيلزق وهيتقلب معاكِ بكل سهولة زي ما أنتِ شايفة كده. هاجيب طبق تاني وهاقلبه معاكم. أهو زي ما أنتم شايفين هيتقلب معانا بكل سهولة. حاجة كده بجد خطيرة آخر جمال. هنجيب بقى الأطباق اللي إحنا بقى لا بطّناها لا بعسل ولا بجوز الهند، دي لو أنتم عايزين تاكلوها كده من الطبق على طول من غير ما تقلبوها. وطبعًا أنتم عندكم الطريقتين، الطريقة اللي تريحكم اعملوها، بس بجد الطريقة اللي هي بجوز الهند دي لها شكل تاني خالص، بتحسيها كده حاجة مختلفة، بتحسيها إن هي قطنية جدًا، فعلًا حاجة شبه السحاب من كتر البياض والنعومة، جميل جدًا، من أحلى أنواع بجد التحلية اللي ممكن تعملوها. زي ما أنتم شايفين كده، شايفين قطع الفراولة والموز جوّه الحلا بتاعنا بجد خطيرة، والريحة بقى الموز مع الفراولة ما أقولكوش. بجد تحفة جدًا، هتاكلوا منه مش هتبطّلوا. وده بقى الطبق التاني لو حابين تاكلوا منه كده على طول.
بجد طعمه تحفة جدا، هش وخفيف، طعم الكريمة فيه حلو قوي. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، أتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم، وبألف هنا وشفا.